لو بتحب المخبوزات الهشة والطرية، الوصفة دي خلية النحل بالشوكولاتة طرية جدا وهشة من جوه. يلا بينا نشوف اسهل والذ طريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل ألذ وصفة لخلية النحل بالشوكولاتة. معانا كيلو دقيق، معانا نص كوباية سكر، نص كوباية زبدة، 2 بيضة، وكيس خميرة فورية، وكيس فانيليا، 3 معالق كبيرة لبن نيدو، ورشة ملح. هننزل بالمكونات كلها على الدقيق. بصراحة جميلة جدا الوصفة دي، بصراحة عجبت الولاد وهتعجبكم انتوا كمان ان شاء الله. هننزل كل حاجة على الدقيق، وطبعا بيض يعني لازم معاها فانيليا بس. وهنعجن كل الكلام ده لحد ما نلاقيها عجينة طرية في ايدينا. ما ينفعش المخبوزات تبقى العجينة قاسية وناشفة، يعني سر المخبوزات ان هي تكون العجينة تكون طرية فيها سوائل يعني. هننزل كوبايتين مية. طبعا الدقيق اللي معايا ده انا عارفاه بياخد ايه، حسب بقى نوع الدقيق اللي معاكي زودي، يعني حطي الاول كوباية وكل ما تحتاجي حطي شوية. يعني الدقيق بتاعنا متعودة عليه بس. وهنعجن كويس جدا المقادير في بعض لحد ما يتكون العجينة بس كده. طبعا انا عندي شوكولاتة هقطعها واحشي كل بقى كورة صغيرة كده منها، وبعد كده نرصها في صينية ونغطيها ونسيبها تخمر شوية. وبعد كده هجيب شوية لبن وبيضة وفانيليا وندهن بيها وش خلية النحل، وندخلها فرن سخن على حرارة 200 في الشبكة اللي في النص لحد ما تحمر من تحت. لو احتاجنا نفتح من فوق نفتح. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة، وقولوا رأيكم في الكومنتات، ولو مشتركوش في القناة ياريت تشتركوا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.